شخصية. معوقات ايه؟ اللي هي ب. تمام. معوقات شخصية. انا ليه بتكلم عن الحاجات دي؟ لان دايما او احنا اتعلمنا ان انت لو عندك مشكلة لازم تعرف ايه سببها الرئيسي علشان تعرف تحل المشكلة وتعالجها. ما تبقاش بتديها مسكنات، لان المسكن هو بيريحك شوية ولكن بعد كده بيبقى الألم متضاعف لان انت ما عالجتش السبب الرئيسي. فهتلاقي نفسك ايه، بتمشي على سطر وتسيب سطر. ليه؟ لان انت مش عارف ايه السبب الرئيسي. فاحنا هنا بنحدد ايه هي معوقات استثمار الوقت، وكل واحد عارف ايه المشكلة اللي عنده. يعني واحنا بنتكلم كده لما بذكر مثلا رقم 1 2 3 انت عارف نفسك كويس، فبالتالي انت شوف ايه الحاجات فعلا اللي عامله لك معوقات واكتبها، وابتدي ان انت بعد ما نخلص الكورس اقف بقى مع نفسك وابتدي طبق عملي. تعالوا نعرف ايه هي المعوقات الشخصية. قال لك رقم 1 عدم المتابعة اليومية. 2 عدم، ودي مهمة جدا، اعداد برنامج متكامل للحياة. يعني واحد ماشي كده في الحياة من غير ما يبقى عارف هو عايز ايه ولا بيعمل ايه، زي ما الطيار بيوديه بيروح. رقم 3 قال لك من ضمن المسبب اللي هي الأسباب الشخصية المشاكل في البيت والشغل. أكيد طبعا. رقم 4 قال لك المشاكل الصحية، اللي هو انت مش فايق لنفسك، ما انت اصلا واحد بيضيع وقته فاكيد هيبقى مضيع صحته او حالته الصحيه مش كويسه. قال لك رقم 5 ظروف الاولاد والاسره. 6 بسبب مضيعه الوقت برضو الحاجات اللي بتعوق استثمار الوقت، وهو تراكم الاعمال. رقم 7 بناء على تراكم الاعمال لقوا فيه ايه؟ ضيق وقت الفراغ، ما عندوش وقت انه يخطط اصلا او يشوف هيستثمر وقته ازاي. 8 الاعمال اللي هو بيعملها ملهاش مواعيد معينه، عدم التزام مواعيد للاعمال. رقم 9 مهمه جدا، وهي عدم الاستقرار الذهني. لو احنا بصينا للحاجات دي كلها هنلاقي ان كل واحدة هي بتؤدي الى التانية. يعني لو بصينا مثلا هنا، خلينا نبص المشاكل الصحية. هيحصل ايه بسبب المشاكل الصحية؟ هيحصل ظروف في الاولاد والاسرة. انت عندك مشاكل صحية فمش مهتم بيهم، مهتم بنفسك، بتروح تعالج نفسك. تمام. بناء عليه هيحصل ايه؟ تراكم الاعمال. عندك حاجات كتير عايز تنجزها سواء للاولاد او لزوجتك او للبيت او للشغل، كله بيتراكم على بعضه. فلما يتراكم هتبقى انت في دوشه بتاعه كل حاجه عايز اعملها دلوقتي، تخلص من دي تلاقي دي، تخلص من دي تلاقي دي. فبناء عليه لما تتراكم هذه الاعمال ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لك ضيق في وقت الفراغ. بقى وقت الفراغ عندك محدود، انت بقيت يا دوب بتشم نفسك لما تنزل تقعد على القهوه مثلا 10 دقائق ربع ساعه وبتطلع تشوف القصه اللي وراك. وبناء عليه بسبب ضيق وقت الفراغ عدم التزام مواعيد للاعمال. فانا ما عنديش وقت فراغ، فهيحصل ايه؟ ما بلتزمش بوقت معين ان انجز شغل معين او حاجه معينه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا بسبب تراكم الاعمال، وده اللي احنا قلناه من شويه، بيحصل عندك انك مفيش ميعاد ثابت انك تخلص الحاجه دي، او ما بتحطش مثلا ميعاد للانتهاء من الوظيفه المعينه ديت او من المهمه دي. مثلا لو انا هذاكر مثلا، هذاكر ايه؟ فما تحطش مثلا هذاكر الساعه كام؟ الساعه 8 بالليل ببقى فايق ولا الساعه 8 الصبح؟ طب انا هذاكر ساعه ولا ساعتين؟ ما بتحطش ميعاد للكلام ده خالص. طبعا ده بيترتب عليه ان هو رقم 9 عدم الاستقرار الذهني. مش مركز، مش عارف تركز ليه، مش مستقر ذهنيا. قال لك بقى رقم 10، ده كل ده خلي بالك في الايه، في المعوقات استثمار الوقت اللي هي الشخصيه. قال لك رقم 10 النوم كتير. طبعا واحد فاضي بيضيع وقته في النوم، هو واحد اصلا مش حاسس بقيمه الوقت فبينام عشان الوقت يعدي. قال لك رقم 11 عدم الإحساس بالمسؤولية. يعني ايه عدم الإحساس بالمسؤولية؟ يعني أنا شايف إن الدنيا ماشية وبشتغل والولاد بيروحوا المدرسة وبياكلوا وبيشربوا فالدنيا ماشية،
ولو حصل اي مشكله ولا حاجه هو عادي بيسيبها كده لغايه ما تتحل لوحدها او ما تتحلش، او في ناس بتهرب ان هو يروح ينام ويسيب المشكله. فواحد اصلا ما عندوش تحمل ولا احساس بالمسؤوليه في حياته، ازاي هيهتم بوقته؟ فطبيعي هيضيع وقته، ودوت معوق من معوقات استثمار الوقت، ان انت لازم يكون عندك احساس بالمسؤوليه. فاذا علشان انا اعرف استثمر وقتي يبقى لازم اقضي على المعوقات دي اللي احنا اتكلمنا عليها واحده ورا الثانيه، اقعد اكتبهم كده، اشوف انا ايه الحاجات اللي موجوده عندي. ممكن يكون عندك الحاجات دي كلها، ممكن يكون عندك 3 4، فلازم تكتبها عشان تعرف تستثمر وقتك صح. لازم تنهي على هذه المعوقات وتدمرها. قال لك بقى ايه ثالثا؟ قال لك اسباب ومعوقات اداريه.